أترك العادي. صبحكم الله بالخير أخواننا أهل المحميات، مربين الطيور، أصحاب الهواية. هاي إخوان بالشتاء طبعا الطيور مرات نجيب من الأسواق هاي الخيوط مال الجوان السوتلي. الفنجز كل الطيور تحتاج هاي الخيوط حتى تبني أعشاشها. حتى لو تجيب الأعشاش الجاهزة تحتاج هي تضيف هاي الخيوط مال الجوان السوتلي مال التمن، مثل ما جاي تلاحظون تراوكم إياهن. تقطعها بهاي الطريقة مربعات، لأن هذا الشتاء أو حتى بالصيفية هذا يمتص الرطوبة والدفو للفراخ. طريقة السحب الخيوط هاي من نسويها مربعات راح تنسحب بصورة بسيطة، مثل ما تلاحظون شلون تنسحب بطريقة بسيطة جدا. تضيفها داخل المحمية أو القفص إذا عندك، هي راح يقومون بجمع هاي الخيوط. يكون الخيط طوله يعني ما يقارب 7 سنتيم أو 8 سنتيم، هاي طول الإصبع مربعة، وتقدر تسحب من عندها. هاي كل هاي الطريقة مالتها، هاي الطريقة مالتها. يتسلت وحده هو هذا الخيط يضل، وتضيفه داخل القفص أو المحمية. الطيور تتكيف لهذا الشيء، هن يقومون بجمع هاي الخيوط. هاي مثل ما تلاحظون هاي قونية السوتلي موجودة عند يمه للمحلات بالبيوت متوفرة، تقطعها بهاي الطريقة المربعات. حبيت أراويكم الطريقة مالتها وجمعها للطيور. هاي احنا هنا مثل ما تلاحظون هاي جاي نرميها بالأرض انه يجي معنا. بالإضافة أريد أراويكم فد شي، العش مال النابليون. طبعا احنا هاي من نقعد هنا داخل المحمية نسحب هاي الخيوط مال جوان السوتلي مثل ما ذكرنا ونذبهن للطيور. سبحان الخالق، شوف هذا عش النابليون، هذا عش النابليون جاي يسحب ويسوي ذا. تلاحظون شلون حاكم من ناحياك بين الأغصان، جمع الأغصان وبدأ يبني العش ماله بهاي الطريقة من خيوط جوان السوتلي. هاي مثل ما تلاحظون. طبعا حبينا نشارككم هذا المقطع، جزء من فتح أعشاش الجاوة. هاي مثل ما تلاحظون هاي 4 فراخ. هاي المحمية خاصة طبعا بالجاوة فقط، ما وياها طير آخر. هذا عش ثاني بدت هنا البيوض جاي تفقس، هذا أول فرخ طالع. طبعا احنا نسوي إدامة للأعشاش حتى ننظفهن. هذا عش ثالث. هاي هنا أفراخ الفاخة الملكي. هنا هذا جزء من الحمام. حبينا ننوع بالمقاطع، يعني أكثر من طير والتكاثر ماله والأفراخ. هاي من داخل، هي قفص على شكل محمية نسويها فوق السطح. طبعا مثل ما تلاحظون هاي طريقة وضع الأعشاش. للعلم هاي بداية بنيانها، هسه ضفنا لها هاي بداية الموسم، وضفنا لها أضوية وإنارة ولفيناها بنايلون. طبعا هاي شمعة الحشد موجودة عند الكهربائيين ب3000 دينار، بس مفيدة للطيور جدا، خاصة الشتاء والجو بارد.
فتعوضهن عن الشمس. السلام ورحمة الله غاثم. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد. اخوان هاي مثل ما تلاحظون بالمحمية اكثر من مرة نراويكم النابليون، زين، وتسألون بعض الاخوان هل تكاثر النابليون عندكم او ما تكاثر. هاي شوف هذا بناء عش النابليون، سبحان الله. طبعا خيط هذا مال سوتي مال قونية مال تمن. خلينا احنا الطيور الفناجز وهاي شوف شلون بنى العش مالته ما شاء الله. شوف شلون ربطه من هنا وبدا يحوك بيه، وهالطريقة هاي مالته. ومن يكمل العش هم راح اراويكم اياه ونشوف اذا تكاثر نابليون بالمحمية.